السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة إلي من فقراتي. تابعتوني أنتم بالحلقات الماضية لما كنت شرطية سير وقدمت لكم إرشادات ونصائح، ويا ريت تكونوا استفدتوا منها. اليوم رح أغير شوي، رح أحكي كيف بناكل أو بنستعمل مواد ما بنعرف كيف انعملت، زي الشيبس والشوكولاتة والآيس كريم. أوه ما شاء الله زي على طلبنا. بدنا نعرف اليوم كيف تنصنع آيس كريم. تعالوا معي. هلا مقابلة مع عمو صاحب المحل. عمو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك عمو؟ اهلين عمو. هلا احنا من برنامج بنكبر سوا على قناة A1 جوردن. حابين تعلمنا كيف نعمل ايس كريم. مكونات الايس كريم يعني شغلاتها كثير سهله، بس اللهم انها بتحتاج لوقت، لانه للمحل بتشتغلي كميات زي اللي هي المواد اللي هي عباره عن سكر وحليب، المواد الاساسيه، نكهه الفانيلا الطبيعيه، والزبده، وماده السحلب اللي هي بتعمل على تجانس الايس كريم، بتخليها تمسك. يلا احنا هلا جاهزين. يا الله والله ان الايس كريم زاكي. لو بنقدر كمان نعملها بالبيت. ماما بتعملها وبتطلع كتير زاكيه. ما علينا، خلينا نبلش بالمواد. عمو عدي اعطاني المواد وهلا راح ابدا بعمل بالايس كريم. اول اشي لازم يكون عندنا سكر وحليب وفانيلا وسحلب وزبده. لا هي يمكن ما تطلع معي ايس كريم، ويمكن شبه الايس كريم، ما بنعرف، نشوف. هلا كل المواد اللي عملناها بدنا نحطها بآلة اسمها البسترة. ليش؟ عشان نسخن المواد بيكونوا فيها على درجة 85 مئوية. كمان عشان نقتل الجراثيم اللي بيكونوا فيها، ويعني حوالي بتقعد ساعة ونص. هلا احنا خلصنا الايس كريم ونزلنا درجة الحرارة وقتلنا كل الميكروبات والجراثيم اللي بيكونوا فيها، واحنا بنحط فيها أوعية صحية بستانلس ستيل، وطبعا بنحطها بالثلاجة قبل ما تبرد على 4-5 درجات. هلا انا خلصت الايس كريم، هلا بدنا نبردها ونحطها بالثلاجة. شغل ان شاء الله يطلع تمام. هلا احنا بناكل الايس كريم، كمان اشي لازم نعرف كيف تنصنع البسكوت اللي بتكون تحتيها. هلا انا رح احكي لكم كيف تنصنع هاي البسكوتة. بعدين انا معدلة وشاطرة كمان. هلا هاي البسكوتة من عجين، والعجين مكوناتها حليب وسكر وفانيلا، في اشياء تانية ما بعرفهمش، بس بيني وبينكم هلا بنتعلمها. أنا عملت البسكوتة، بس منظرها حلو، هي شبه بسكوتة. يلا ما أزكاها بتشهي، انسوا من الآخر عشان أنا شغل إيدي بس. هلا أنا خلصت، هلا بدي اشوف اذا في زباين بيجي عليها كثير ولا لا. تعالوا شوفوا. هلا انا كل اللي عملتهم هايهم هون موجودين، فهلا انا ما بعرفش يعني كيف اعمل هاي الطريقه، فراح اخلي عمو يساعدني. عمو ممكن تعمل لي واحده على شوكولاته؟ هلا انتوا ايش بتحبوا النكهه؟ اللي بشوكولاته وحليب بيكون زيي. ذكي كتير، يسمع عمو كتير. عقلبة.
بتمنى انه الايس كريم تبعتي تعجبكم، وان شاء الله الاسبوع الجاي بتشوفوني بشيء جديد عن الاشياء الزاكيه، كيف بصنعها وكيف بعملها. اوه صار في زباين كثير، معناته الايس كريم تبعتي كثير زاكيه. تعالوا ايش بدكم؟ عينك هم.